السيدة فاتن حمامة. وطبعا الموضوع ما يعديش كده، احنا اتكلمنا عنها بس في حاجات يعني ايه ما تتكلمش هنا. حاضر. ده مش في الاذاعه كلام ده. المهم فاتن حمامة او فاتن احمد حمامة مواليد 27 مايو 1931 السنبلاوين. اصل هي في التصريحات بتاعتها بتقول انها من مواليد عابدين، انما هي دونت. هي لما اتولدت اتدونت في مكتب سجل السنبلاوين، وكان وقتها تابع لبندر المنصوره، كانش لسه بقى بندر مستقل لوحده. والدها كان موظف في وزاره المعارف العموميه اللي هي دلوقتي بقى اسمها وزاره التربيه والتعليم. وبعدين وهي عندها 8 سنين او قبل كده بشويه، السبب يعني ان هي دخلت معاه السينما. وبعدين كان زمان السينما لما بيظهر البطل او البطله في الكتب الناس بتسقف، بيتعاملوا على انها زي المسرح يعني. فاتن حمامه ما سقفتش، طفله صغيره. فابوها بيسالها بيقول لها ما سقفتيش ليه؟ قالت له انا عايزه ابقى على الحيطه اللي هو زي دول، والناس هي اللي تسقف لي مش انا اللي اسقف. فلما بقى عندها 8 سنين اختيرت كاجمل طفله في مصر في مسابقه اجرتها احدى المجلات. وكان في الوقت ده المخرج محمد كريم بيبحث عن طفله تؤدي دور امام الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد. الكلام ده كان سنه 39. بعت له الصوره ووافق عليها، ولما مثلت ازداد اعجابه بيها ومدد العقد مع ابوه لان عايزها تاني. وفعلا سنه 44 طلبها تاني علشان تؤدي دور في فيلم الرصاصه في القلب. من هنا يوسف وهبي انتبه للموهبه دي واستعان بيها في بدايه تعاونه معاها سنه 46 في فيلم ملاك الرحمه. وبدات بقى فاتن حمامه تدخل منعطف تاني، وهو منعطف عز الدين ذو الفقار اللي تزوج منها سنه 47 وانجب منها ابنته نبيل. فاتن حمامه اكدت على موهبتها سنه 49. في السنه ده عملت 3 افلام لمدارس اخراج مختلفه: كرسي الاعتراف، ست البيت، اليتيمتين. ست البيت احمد كامل مرسي، اليتيمتين حسن الامام، كرسي الاعتراف يوسف وهبي. 3 مدارس اخراج مختلفه، ومع ذلك اجادت فيهم، فده اكد موهبتها انها قادمه وبقوه. ودخلت مرحله الخمسينات، وكان العصر الذهبي لفاتن حمامه هو مرحله الخمسينات، وكان وش السعد على ناس كتير. كانت الخرزه الزرقاء لناس كتير جدا، منهم المخرج يوسف شاهين اللي كان اول اعماله فيلم اسمه بابا امين، كان بطولة فاتن حمامه. ايضا المخرج كمال الشيخ اول افلامه كان فيلم المنزل رقم 13، وده كان بدايه دخول افلام اللغز والرصوصيه في السينما المصريه، كان بطولة فاتن حمامه. ايضا كانت وش السعد على عمر الشريف، وهنا هنقف شويه. لما جه يوسف شاهين يعمل صراع في الوادي، كان المرشح للبطوله شكري سرحان. فاتن حمامه اعترضت، مش علشان يعني كراهيه في شكري سرحان، لا، بس عشان اشتغلنا مع بعض كتير، ابن النيل وبابا امين وحاجات كتير اشتغلناها، يعني انوع، شوفوا حد تاني. يوسف شاهين ابتكر زميل الدراسه ميشيل شلهوب بسيدي اللي كان زميله في كليه فاكتوريا، وبعد جابه وخلاه يمثل الفيلم. فاثناء تصوير الفيلم ميشيل شلهوب يعني كان المفروض ان هو هيؤدي مشهد فيه قبله. فاتن حمامه معروف عنها ان هي بترفض
ما بتمثلش ادوار فيها القبله. نهر الحب بس. ما هو نهر الحب ده بعد كده، احنا بنتكلم على اول فيلم. الفيلم ده انما نهر الحب ده كان في 61. اول طلعه بس. والموافقه ده هي كان لها يعني نسبه كبيره قوي في حدوث الطلاق ما بينها وما بين عز الدين ذوالفقار. وبعد ما اتطلقت فعلا من عز الدين ذوالفقار وبعد المشهد ده هي حست ان هي ما كانش عز الدين بالنسبه لها زوج، ده كان استاذ كبير، انتحار كبير، راجل طيب واكبر منها بكثير، لكن حته ان هو يبقى زوج دي ما حسيتش بيها. قبل الفيلم ما يخلص التصوير بتاعه كان ميشيل شالهون اشهر اسلامه وغير اسمه بقى عمر الشريف، وتزوج من بادر حمامه سنه 54. برضه من الناس اللي كان اول حاجه يشتغلوا معاها احمد رمزي. فيلم ايامنا الحلوه ده كان اول ظهور لاحمد رمزي، ويعتبر برضه اول افلام عبد الحليم مناصفه مع لحن الوفاء، لان وهو في لحن الوفاء دخل تصوير ايامنا الحلوه ده مع ابراهيم عماره وده مع حلمي حليم، والاثنين نزلوا في وقت واحد في سينمتين في شارع عماد الدين. بقى هنا ايامنا الحلوه وهنا لحن الوفاء، يعني يعتبر برضه اول فيلم لعبد الحليم. فهي كانت وش السعد على ناس كتير جدا. فاتن حمامه سنه 56 اختيرت او اطلق عليها النقاد لقب سيده الشاشه العربيه بسبب دورها في فيلم موعد مع الحياه. معاك عندي. لا هو الو احنا هنا. هو كم صحيح. لا مش مشكله. ويمكن انا جاني سؤال على التليفون ان هي اللي بتغني، فهي هي قالت الكلام دوت بنفسها ان هي كانت بتحرك شفايفها، بس قالت الكلام دوت مع اذاعي الكبير وردي حكيم. المهم ان في نقطه ثانيه مهمه اقولها بقى واختم على كده، ان سنه 66 قررت تمشي من مصر بعد ما تعرضت لايذاء شديد جدا من مراكز القوه. صلاح نصر خلص عليها بالعرض، وبعدين هي كانت يعني مش لاقيه حاجه، كانت هترضخ للطلب بتاعه، ولكن حلمي حليم ولكن حلمي حليم، وحلمي حليم ده اللي هو المخرج كان عنده ميول يعني تروح ناحيه الشيوعيه شويه. هو بيقول ان هو اشتراكي، لكن الخليه اللي هو كان فيها خليه شيوعيه. حتى الافلام بتاعته لو بصيتوا هتلاقوها رايحه للاشتراكيه اللي هي يعني ايه بحته ما كانتش مقبوله في الوقت ده. يعني ايامنا الحلوه اشتراكيه دي ما فيهاش كلام. القلب له احكام لثابت الطبقات اشتراكيه بحته برضه. هو كان افلامه كده وكان دائم يعني اسير دائم في السجون. فقال لها لو معاكي قرشين خديهم وسافري بره مش هيسيبوك. فاتن حمامه فعلا كان معاها قرشين راحت قدامه وسافرت الخارج. وبعد النكسه الرئيس عبد الناصر بدأ يتصل بالفنانين، اتصل بعبد الحليم حافظ وقوم اشتغل، طلب مقابلة ام كلثوم وقال لها اشتغلي، وهكذا كان الفايدة كامل. بدأ يهتم بان الفنان يعني ليه دور يشتغل. وبعدين سأل على فاتن حمامة فقالوا له دي مش هنا اللي بره. طبعا مش هيقلق لما يجيب رقم تليفونها وكلمها وقال لها تعالي احنا محتاجينك وما تخافيش هتبقي امنه تماما.
قالت له حاضر، ولكن ما رجعتش مصر الا سنه 71 بعد جمال عبد الناصر ما توفى، وبعد قيام السادات بثوره التصحيح. رجعت فاتن حمامه علشان خاطر تبدا مرحلة جديدة خالص، مرحلة حل المشاكل أو تناول الموضوعات الهامة. بدأت بقى بالخيط الرفيع، بدأت بالإمبراطورية النيل، وحل اللي غيرت بيه القوانين بتاعت الأحوال الشخصية. وهي على البخراني الفيلم بتاع هنا ولا يعني واحدة ولا ايه؟ الحاج البخراني اللي معاه صوت المطار. أشكركم.